أهلا وسهلا بكم متابعي قناة ياس تايجر. أرجو أن تكونوا بخير. اليوم سنتحدث عن النمرود الذي تحدى الله فقتلته ذبابة. تابعوا معنا الفيديو للأخير لتعرفوا القصة. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة لتشجيعنا على المزيد من الفيديوهات، لأنها حقا قصة رائعة وشيقة ومتعوب عليها في الفيديو في المونتاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك الدنيا 4: مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، والكافران النمرود وبختنصر، وسيملكها 5 من أهل بيتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعد النمرود أول جبار في الأرض، وكان حاكم بابل بالعراق. ولد 2053 قبل الميلاد، وهو شخصية تاريخية ذكرت لأول مرة في التوراة بالاسم كملك جبار تحدى الله، واسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح بحسب ما ذكره ابن كثير. وقال ابن كثير في كتاب بداية ونهاية أنه أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادعى الربوبية، واستمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. وقصته مع النبي إبراهيم. وردت قصته في القرآن من خلال مناظراته مع نبي الله إبراهيم عليه السلام، والتي ذكرها الله في سورة البقرة في قول: يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: رأى النمرود حلما طلع فيه هلاكك على يديه، فأمر بذبح كل غلام يولد في تلك الناحية في تلك السنة. وولد إبراهيم ذلك العام، فأخفته والدته حتى كبر، وعندها تحدى عبادة النمرود والأصنام. وعما حدث بينه وبين إبراهيم، قال ابن كثير أنه عندما أصبح سيدنا إبراهيم شابا بدأ بمناقشة أهله وقومه ويدعوهم لعبادة الله وترك عبادة النمرود. وفي أحد الأيام وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينة، ذهب إبراهيم لأصنامهم وكسرها كلها إلا كبيرهم، وعندما رجعوا من حفلتهم وجدوا أصنامهم مهدمة، فقال لهم إنه كبيرهم الذي كسر الأصنام الأخرى لأنه يغار منهم، فأعدوا نارا عظيما لإحراقه بأمر من النمرود، ولكن جعلها الله بردا وسلاما عليه كما ذكر في القرآن الكريم. وذكر ابن كثير والقرطبي والشوكاني أن النمرود تعجب كيف نجا إبراهيم عليه السلام من النار التي أعدها قومه لتحرقه، فأراد النمرود مناظرته ومجادلته في أمر ربه. وعن تفاصيل المناظرة ذكر المفسرون أن النمرود سأل إبراهيم: ماذا يفعل ربك هذا؟ فقال إبراهيم: ربي يحيي ويميت، وذلك من صنع الله تعالى، فإن كنت أنت إلها فاعكس الأمر وآتي بالشمس من طرف المغرب. فبهت الذي كفر. وبعد المناظرة قال المفسرون نقلا عن زيد بن أسلم الذي قال: بعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى عليه، وقال: أجمع جموعك واجمع جموعي. وأوضح ابن كثير في كتابه: فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخر الملك، فمكثت في منخره 400 سنة، عذبه الله تعالى بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها. وهنا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، وشكرا لكم على المشاهدة. ولكن وأنا أعلق على القصة أحسست بشيء غريب، وهو عظمة الله سبحانه وتعالى، وماذا حدث للذي تحداه، وأن الله رحمته واسعة كما سمعتم في القصة عندما أرسل للنمرود ملكا
وأنتم إن عجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، واكتبوا لي في التعليقات ما عجبكم في القصة والعبرة التي خرجتم بها، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تساهموا معنا فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وشاهدوا الفيديوهات السابقة، وإلى اللقاء إلى الفيديو الجديد.